في سؤال دايما بيتسأل في مجتمع المبرمجين، ليه معظم المبرمجين بيكرهوا لغة الجافاسكريبت؟ واللي بيخلي جافاسكريبت مكروهة عند ناس كتير هي انها لغة برمجة غير متوقعة خالص، يعني ممكن تكتب كود وتتوقع نتيجة معينة وتتفاجئ بنتيجة تانية خالص، لان اللغة دي مرنة بزيادة، والمرونة دي ساعات بتكون سلاح ذو حدين. اي مبرمج شغال بالجافاسكريبت بيقابل الكلمة دي undefined. يعني ايه بقى؟ الكود كتبناه صح واللوجيك اللي كتبناه تمام جدا، وفجأة بتلاقي undefined قدامك. الكلمة دي بالذات هي اللي بتخلي مبرمجين كتير بيكرهوا التعامل مع جافا سكريبت، لأنهم بيحسوا إن اللغة مش بتتعاون معاهم. والصراحة خلينا متفقين إن الجافا سكريبت بتلعب على الجانب النفسي لأي مبرمج، لأنها هتسمح لك تعمل حاجات ممكن تكون مش منطقية في لغات تانية. جافا سكريبت أكتر لغة برمجة بتديك الحرية إنك تجرب تغلط وتتعلم من الغلط ده. واللي بيكرهوا الجافا سكريبت هم المبرمجين اللي مش متقبلين فكرة إن البرمجة ممكن تكون فوضوية بالشكل ده، وإن الحل مش دايما هيكون مباشر. ولو أنت قادر تتكيف مع ده وبتتعلم من كل ايرور، فانصحك تحب الجافا سكريبت. لايك وفولو عشان تعرف اكتر عن البرمجه.